صباح الفل على كل متابعين قناة مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والأكل الصحي. النهاردة حبايبي أكلة السمك بتاعتنا في منتهى الطعامة وفي منتهى السهولة. هنعملها ازاي؟ يلا بينا. النهاردة حبايبي عندنا أكلة سمك في منتهى الطعامة. عندنا باكيتتين، باكيتة بولتي وباكيتة كاتفيش. الكاتفيش زي القراميط يعني. أنا دلوقتي هجيب لك عليهم بالشكل ده حبايبي. بعد ما فتحنا الباجات اهو السمك دلوقتي البولتي ده هننضفه وهنفتحه، وادي اهو الكاتفيش اهو شكله بالشكل دوت برضو. دلوقتي هنقطعه وهننضفه. ودلوقتي يا حبايبي السمك بعد ما نضفته بالشكل ده، يا ريت لو ما تقطعي السمكه بالطول هيبقى افضل، يعني هتدخل فيها التتبيله وهيبقى ليها طعم احلى بكتير. التتبيله اول حاجه عندي ليمون، انا عصره 3 4 ليمونات كده فريش، بيبقى حلو قوي قوي للسمك. لما بيبقى الليمون فريش بيبقى طبعا احسن. دلوقتي بعد ما عصرت الليمون دلوقتي عندي قطعه توم. التوم ده اللي احنا مفرزينه مع بعض اهو في فيديو عندك في القناه. اخدت حبه كبار كده، حبه كتار اهمت، حوالي فص توم مهروس، وعندي فلفل اخضر اهو برضو كان فروزن، وده ماجي، وده زعتر اخضر بيدي للسمك طعم حلو جدا جدا، ورشه كركم، وده الملح البينك ده جميل جدا صحي وحلو قوي قوي وسعره رخيص مش غالي، وحبه فلفل اسمر، رشه فلفل اسمر، ورشه بابريكا. وده الصوص دوت اهو، هو ده جميل جدا جدا للاسماك، بس تلاقيه حراق شويه فتاخدي بالك يعني. اهو اخدت منه برضو شويه، وعندي التوم برضو توم باودر، يعني حطينا توم فريش وتوم باودر. وعندنا البصل ده، البصل دوت لو كان موجود يعني حطي منه، طعمه جميل جدا جدا وللكشري وطعمه حلو قوي قوي. لو موجود حطي منه حبه كده، حوالي يعني معلقه معلقتين. لو مش موجود هاتي البودر اللي زي التوم ده وخدي منه برضو معلقه، هيبقى حلو مش هيبقى وحش يعني. وبعد كده عندنا الكزبره الناشفه بنكترها، بنحط معلقه كبيره، والكمون بنحط حبه صغيرين، لان لما بتكتري الكمون بيمرر الاكل لو كترتيه. واهو التتبيله دي كلها اهي هنعملها كده. وبعد كده هنجيب في الماشين بتاعتنا او في الهون اللي موجود متوفر عندك، وهننعم التتبيله دي حلو جدا جدا بالشكل ده حبايبي. بعد ما السمك اتصفى في المصفى حطيته في البوله، ودلوقتي نعمنا الخلطه بتاعتنا اهي بالشكل ده، والليمون اهو. ودلوقتي بقى هنحط التتبيله بتاعتنا على السمكه من الناحيتين، بس الاول هنحط الليمون بالشكل ده اهو كده على الحاجتين. حطينا الليمون على البولتي وعلى الكاتفيش. ودلوقتي بقى هنتبل، بس انا لقيت الفلفل علشان البهار ده اللي انا وريتهولك ده حامي هو ده، فانا قللت بدل ما احط 2 فلفل اخضر لا حطيت 1 بس، وده هقليه. فده البهار ده جميل جدا جدا للشريمب، وانا بحطه للاسماك، هو للشريمب بس انا بحطه للاسماك بيبقى يدي طعم جميل جدا جدا. وزي ما بقولك هو حراق شويه فتاخدي بالك منه. نعمناها بالشكل ده اهي. ودلوقتي بقى هنتبل السمك على الناحيتين بالشكل ده حبايبي. تبلنا البولتي والكاتفيش، ودلوقتي لو احنا هنعملهم على طول ما ندخلهمش التلاجة، نسيبهم على الكاونتر كده زي ما هما حوالي نص ساعة ساعة، وبعدين نطبخهم. لكن لو احنا دلوقتي عايزين نبيتهم هنحطهم في علبة بلاستيك وهنغطيهم ونسيبهم لتاني يوم. ودلوقتي حبايبي رجعنا للسمك اللي احنا متبلينه قبلها بليلة اهو. دلوقتي طلعته من التلاجة، وفي بولة حطيت كوباية دقيق أبيض مع كوباية دقيق أسمر مع معلقتين نشا مع معلقة زعتر أخضر، وهنقلب كله على بعض بالشكل ده. هناخد بالقطعة بتاعة الكاتفيش اهي، وهنحط كده في الدقيق وهنتبلها وهنضغط عليها بالشكل ده.
وهنحطها بالشكل ده. هنعمل الكمية كلها بالشكل دوت. بالشكل ده حبايبي عملت وحدة الكاتفش اهي. ودلوقتي بقى بنعمل البلطي اهو. نفس الحكاية برضو هي في نفس الدقيق اللي بالنشا اللي بالزعتر اهو. ما حطيناش اي بهارات تاني على اساس ان السمك فيه البهارات بتاعته الكافية. هنعمل كده اهو بالشكل ده. هنعمل الكمية بتاعتنا كلها بالشكل دوت، وهنسيبها حوالي 10 دقايق في التتبيلة او في الدقيق بالشكل ده حبايبي. بعد 10 دقايق دلوقتي بقى هنقلي السمك بالشكل ده. بالشكل ده حبايبي بنقلي البلطي والكاتفش بالشكل ده. نقلبه بالشوكة بيبقى اسهل اهو. احمر من الناحيتين بالشكل ده. بصي بأمانة أحلى وأطعم سمك هتعمليه بالشكل ده أهو. من الناحيتين متحمر. نعمل كده أهو. وبنحط على ورق النشاف بالشكل ده أهو. كمان الكاتفش أهو متحمر من الناحيتين برضو هنحطه كده على ورق النشاف. هنقلي الحاجتين في وقت واحد اهو. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما قلينا السمك اهو بالشكل ده وصينيه، وخرطت بصلايه، قطعت بصلايه. انا ما بحبهاش مبشوره، انا قطعتها تقطيع بشويه زيت كده، معلقتين 3 زيت. وهنحمر البصله حلوه جدا فيها بالشكل ده حبايبي. بنحمر البصله بس انا هحمرها حلو على اساس الرز بتاعك يطلع اطعم لما تحمري البصله حلو، بس ما تحرقيهاش يعني. بصي هنقلب كده فيها بالشكل ده. لو اتحرقت منك هتمرر الرز، هيبقى مر، لكن انت هتحمريها بس هتحمرها حلو يعني ايه من غير حرق. حط كوبايه ميه على البصل بالشكل ده. هتحطي الميه على قد كميه الرز اللي انت هتعمليها. انا هعمل كوبايه رز هحط عليها كوبايه ميه بالشكل ده حبايبي اهو. الرز في البصله بالميه بالبهارات الجميله. ودلوقتي بقى بعد ما الرز غلى دلوقتي هنهدي النار، هنغطيه ونهدي النار لغايه ما الرز يستوي. ودلوقتي يا حبايبي جبت معلقتين 3 زيت وحطيت فيهم، فتحت كام قرن فلفل اخضر بالشكل ده اهو. اتحمروا كده. عندي بصلايه متقطعه وفص ثوم مهروس هضيفهم كده وهقلب. ودلوقتي يا حبايبي عندي 4 طماطمات او 5 طماطمات كانوا في الفريزر، بشرتهم. لما بيتبشر الطماطم لما تبشريها وهي في الفريزر هيطلع القشره بتاعتها هتطلع معاكي في منتهى السهوله بالشكل ده. وعندي البهارات كمون وكزبره وبابريكا وماجي ورشه ملح قليله علشان الماجي مالح. ودلوقتي بقى هناخد الحاجات ديت وهنحطها على البصل بالشكل ده حبايبي. البصله اهي قلبنا فيها. البصله مش عايزينها تحمر المره دي، لا احنا عايزينها تبقى تدبل البصله، والتومه بس هي اللي تتحمر اهي. بصي التوم هو اللي اتحمر. ودلوقتي بقى هنحط الطماطم اللي احنا بشرينها بالشكل ده بالشكل ده حبايبي اهو. طبعا على نار عاليه بقى، هنعلي النار وهنحط البهارات بتاعتنا وهنقلب حلو لغايه ما الطماطم تتسبك بالشكل ده حبايبي. الصلصه انا لقيتها محتاجه صلصه، فحطيت لها معلقه صلصه وحطيت لها نقطه ميه صغيره. ودلوقتي بقى بقلبها كده بعد ما الطماطم اتسبكت في البصل والثوم والفلفل بالبهارات الجميله. هتبقى عندنا الصلصه كده. هي الصلصه دي جميله، انا بحبها جنب السمك. ممكن نحط فيها سمك
من اللي احنا قالينه، او ممكن ناكلها كده، يعني طعمها خطير حلو جدا جدا. انا هحط فيها الراس بتاعه الكاتفش والديل بس. ممكن احط قطع تاني لو انا حابه، بس انا مستكفيه بيهم كده بالشكل ده اهو. هما طبعا مقليين فمش محتاجين ان ميه ولا سوا ولا حاجه، يا دوب انا بس هحطهم كده فيها بالشكل ده. ودي اجمل واطعم صلصه هتاكليها جنب السمك اهي بالشكل ده. وبالشكل ده حبايبي عملنا احلى واطعم سمك النهارده، اكله سمك في منتهى الطعامه. بس الرز حبايبي انا قلت لك كوبايه رز عليها كوبايه ميه، لا انا حطيت نص كوبايه تاني عشان يتفلفل ويبقى بالجمال ده. فكوبايه الرز عليها كوبايه ونص ميه مع البصل اهي بقت بالشكل ده. واطعم واحلى غدا النهارده، اكله سمك معتبره وبالف هنا. باي باي.